ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. انا قلت هعمل كده حاجه جديده، يعني مش حاجه جديده قوي. قلت هعمل سلسله فيديوهات نطلع نتكلم مع بعض شويه، واسيب لك الاسئله لو عاوز تسالني في اي حاجه. بس هنبدا نتكلم شويه عن مجال الشبكات. مجال الشبكات الكبير قوي الاكبر. يعني ممكن تكون انت مش متخيل مجال الشبكات ده كبير يعني هو عامل ازاي. تك فويب وسكيورتي وسايبر سكيورتي وفيرشواليزيشن وكلاود وسكيورتي على الكلاود. موضوع كبير، والانتربرايز والمش عارف الكامبس ايه، وحاجات كتير قوي كده. ايه الكلام ده؟ فنبدا نفهم مجال النتورك، عشان الواحد برضو بدأ يعني عمال بيسمع كلام كتير قوي من ناس انا مش فاهم بصراحه. يعني ايه شاب فريش يطلع يقول لك انا عاوز كلاود، ويروح ياخد دبلومه، مش عارف بيسموها دبلومه ازاي، يقول لك دبلومه الكلاود ويدفع رقم 10000 جنيه. يا ابني افهم نتورك الاول، افهم سي سي ان ايه الاول. انا داخل في الايثيكال هاكينج وهبقى سايبر سيكيورتي، افهم نتورك الاول. انا عاوز اشتغل في الفويب، افهم نتورك الاول. عاوز افهم نتورك الاول، افهم يعني ايه نتورك الاول. لازم تاخد سي سي ان ايه، ايا كان انت هتبدا بايه لازم تاخد سي سي ان ايه. وانا شايف انه كمان لازم الام سي اس اي. يعني ايه اروح على الكلاود ومانج سيرفر انا مش عارف مش شايفه؟ يا ابني افهم يعني ايه سيرفر، يعني ايه بتحكم في سيرفر اصلا. افهم يعني ايه سيرفر. فانت لازم تفهم يعني ايه نتورك. وبرضه بشوف ارقام غريبه، يقول لك دبلومه سي سي ان اي، ام سي اس اي، سي سي ان بي، كورس طبخ، كل ده عامل 6000 جنيه ولا 7000 جنيه يخلص في 4 شهور. يا ابني اذا كان السي سي ان اي لوحده 3 4 شهور، عشان دي البدايه بتاعتك، دي البدايه. ومشتت نفسك ليه؟ ما كل حاجه موجوده. عاوز سي سي ان اي على اليوتيوب، لو انت عاوز انجلش في جيرمي اي تي، مهندس محمد رزق ملخص الدنيا شويه، والمهندس عبير حسني. عاوز تنزل اون سايت، عندك نجم الجيل المهندس احمد توفيق، البرنس بتاعنا برضو المهندس احمد نبيل. الناس دي عمالقه. لا ده لو انت عاوز تتكلم في ان انا عاوز اخد كورس نتورك فيزيكالي، فانت مش هتعرف تاخد سايبر سكيورتي غير لما تفهم نتورك. وانا ينفع اقول لك تعالى هشغلك امن على كومباوند وانت مش معاك عنوان الكومباوند اصلا؟ فانت لازم تفهم نتورك الاول يا حبيبي. اشتغل ديف اوبس يا ابني، اشتغل نتورك الاول، افهم نتورك، خد كونسبت النتورك صح. فاهمني؟ انا مش هطول الفيديو اكتر من كده، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هنبدا نتكلم بالراحه خالص عن ممكن اشرح حاجه، مش لازم ورقه وقلم او لاب، ممكن اطلع افهمك الفكره بتاعتها عامله ازاي. ده اول فيديو. شكرا ليكم، السلام عليكم.